السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة كسكسي ل10 دقايق. هنبدأ نسمي الله ونبدأ. أنا جبت طاسة على النار، حطيتها عشان بس كان فيها شوية مية فحطيتها ميتها تنشف. هنجيب معلقة زبدة كبيرة، زبدة سمنة أي حاجة، بس المهم زبدة أو سمنة، يعني ما ينفعش زيت بصراحة في الوصفة دي. تمام، هنسيبها بقى تسيح شوية على نار عالية شوية، يعني ما تبقاش هادية خالص دلوقتي، هتسيح بس معانا. وبعد كده هنحط بقى مفاجأة بصراحة ربنا، هي كانت بالنسبة لي مفاجأة ان انا احط حاجة زي كده يعني. هتشوفوا هنحط معانا دلوقتي. هنعاير بمج الشاي. تمام، دي كوباية دقيق بسبوسة سميد. دقيق السميد ده السايب بتاعنا انا عند العطار. هنحط بمج الشاي وهنعاير بيه، وهنفضل بقى هنوطي النار في المرحلة دهيت، نخليها مثلا وسط قليل كده، وهنفضل نقلب. احنا مش بنشوحه ولا بنخليه بيصفر، احنا بنخلي دقيق السميد يعني يتغلب بالزبدة بتاعتنا او السمنة. تمام، على نار هادية. انا كنت حسيت انها كانت قليلة الزبدة فحطيت زبدة تاني. آه بصوا يا جماعة، هي الوصفة دي مش بتاعتي طبعا. دي عملتها صفحة اسمها وصفات صبوحة. هي عملتها يعني هي اختراع جديد يعني، وبصراحة الست دي محترمة جدا يعني، ويعني هي يعني عملتها اختراع عندها. هو الشيف محمود عطية كان يعني الكومنتات بيقولوا ان الشيف محمود عطية عملها، بس هو عملها من سنين ومش بنفس الطريقة دي خالص. والشيف نجلاء الشرشابي برضو عملتها، فمش نفس الطريقة دي برضو خالص، يعني في الفرن وحطوا حاجات تانية. والمغاربة برضو بيعملوها، بس بيعملوها زي الدقيق الابيض الزيرو بتاعنا، بيحطوا على الدقيق البسبوسه بينسموه بالميه الاول، وبعد كده يحطوا عليه مش فاكره حاجات، ويحطوه على المصفى وغرباء، وقصدي مصفى وميه سخنه. لكن ده الطريقه دي بصراحه انا يعني انا شفتها عندها اول واحده يعني، فنديها براءة اختراع. الشيف صباح محترمة جدا، نديها براءة اختراع في الوصفة دي. فانا قلت بقى يعني اجربها واشوفها معاكم، هل هتطلع حلوة ولا وحشة، لسه هندوق في الاخر يعني. احنا بنفضل مهدين النار عليها وايدينا فيها، يعني ما نسيبهاش، واحنا ما بنشوحهاش طبعا، احنا بنغلف بس السميد بالزبدة زي ما قلت لكم. والوصفة دي عايزة الزبدة تكون فيها كتير مش قليلة، يعني معلقة كبيرة حلوة كده. المية بقى بتاعتنا هنحط كوباية مية، مج مية زي اللي احنا عايرنا بيه البسبوسة دي السميد، هنعاير بيه المية بتاعتنا. هو خلاص انا كنت بجسه بشوفه سخن ولا لا، هو كان سخن خالص. هنحط بقى مية مغلية، مية مغلية وبتطلع بخار كده، هو مش مية سوق ساقعة خالص. انا عايرت مج الشاي، تمام، اللي انا عايرت بيه دقيق السميد، فانا ما حطيتوش كله. ليه؟ لان دقيق السميد عندي ناعم جدا مش خشن، هي الوصفه دي عايزه دقيق سميد خشن، فانا اللي كان عندي ناعم. فالشيف صبوحه قالت وصف مش عارفه اسمها تقريبا الشيف صباح يعني. قالت ان احنا لازم نحط الميه، يعني نعاير شويه بشويه، ما نحطش الميه كلها والدقيق يبقى خشن. فلو الدقيق ناعم نعاير واحده واحده. يعني انا حطيت مج الا حاجه بسيطه خالص، وبعد كده رحت مقلبه، وهيتكتل بس معاكي شويه، فانت خليه على نار هاديه وايدك فيه وقلبي فيه، عشان في ناس عملته وعجن معاها وقالوا ان هي السبب فيها والعيب مش عارف وقالت وصفه غلط. فهي ما هي بصراحه وصفتها مظبوطه جدا. بس هو محدش يحط المية كلها مقدار كله على بعضه، لازم حاجة واحدة واحدة يعني، عشان زي ما قلتلكوا الدقيق السميد دوت ناعم. طبعا ايديا فيه وانا واقفة على نار هادية. هو اتكتل معايا في الاول، بس مع النار والتقليب هيفك لوحده، ولا من غير كبة ولا من غير اي حاجة، يعني هو انا محطتوش في كبة كمان. تمام، انا كده روحت يعني، انا فصلت بقى ورجعت لكم تاني عشان ما يبقاش طويل عليكم الفيديو. كده هو خلاص، انا طفيت عليه. انا كده طفيت عليه تمام. وخلقته شيء ولقيته يعني كان عايز سنة مية كمان، رحت حطاه.
وتمام كده، انا كده خلاص هو برد معايا. لما بيبرد بقى احنا بقى بنجيب الشوكة ونفرفره كده بالشوكة، ما بحطش في الكبة، يعني هو اتفرفر لوحده. عايزة تعرفي استوى ولا لأ، وانت بتجلبيه على البوتاجاز دوقي سنة على طرف لسانك. طبعا احنا عارفين دي السميد لما بيستوي بيبقى طري في بقنا، لو لسه بناشف في بقك تحطي له سنة مية بسيطة خالص وتقلبي تاني على نار هادية. هو كده كان استوى معايا، هو ما خدش كوباية المية كلها، كان فاضل سنة بسيطة خالص. كده استوى وانا طلعه، هو كده برد كده خلاص، وهغرفه بقى وهاجيلكم. كده انا غرفته، هو شكله شبه الكسكسي خالص. انا كنت بقى عندي سكر الخرز ده، فروحت عاملاه في الكبة في المصحنة، وزينت بيه بقى من فوق سكر بودرة، لازم سكر بودرة مش سكر من التاني. إيه، طبعا شكله زي ما انتوا شايفين، بس اسمه ايه ده، كسكسي اللي هو بالدقيق خالص، يعني ما حدش يعرف يفرق بينه وبينه والله فعلا يعني. لسه انا هدوق معاكم، انا ما دقتش بصراحه لحد دلوقتي. ده الزبيب اللي انا كنت عاملاه معاكم. هحط بقى زين شويه، اللي عنده مكسرات يحط، سوداني، كاجو، عين جمل، اي حاجه اللي عنده اي حاجه يحطها. إيه، هدوق بقى معاكم دلوقتي. وده مفاجأة ليا بصراحة، انا اول مرة اشوف الوصفة دي، انا لقيتها ترند على اليوتيوب، قلت اما اجربها معاكم يعني. وكتر خيرها والله الشيف صبوحة، يعني ان هي عملت حاجة زي كده، يعني محدش يقلل منها خالص. دقت انا بقى كده، هو بصراحة يا جماعة هو شكله شبه الكسكسي تمام، بس الطعم يعني هو طعمه جميل، طعمه جميل يعني، مدي للكسكسي خالص يعني، فهو شكله طعم حلو.